السلام عليكم، أهلا بيكم. يلا نعمل مع بعض طريقة كفتة الفراخ وهتطلع معاكم بالجمال ده وطرية جدا. هنا بغسل صدور الفراخ كويس جدا. بنقعها الأول في مية بدقيق بليمون، واغسلها وافرمها في الكبة كويس. هنا بجيب فصين توم وأي فلفل انت عايزاه، حار أو بارد، وكزبرة، كزبرة خضراء، وبصلة متوسطة، بفرمهم كويس واحطهم فوق الفراخ. وهنا كنت بحط بقى عليهم ملح وفلفل، ورشة بيكنج باودر او ربع معلقة صغيرة، وبهارات فراخ. وبقلبهم كويس قوي قوي مع بعض بالشكل ده، لحد ما كل حاجة تتجانس ويكون قوام الكفتة ناعم كده. بعد كده باضيف بقسماط حوالي معلقة، أو حسب الرغبة. أنا باضيف معلقة، تقريبا معلقة كبيرة، وبقلبهم كويس جدا. على فكرة كمية صدور الفراخ حوالي نص كيلو أو نص كيلو إلا شوية، فعن نص كيلو هكتبلك المقادير بتاعتها بالضبط. بس هي تعتبر نفس المقادير. بعد كده باشكّلها بالشكل ده على عصيان شيش طاووق، باحفظ كمية في الفريزر، وكمية ممكن أستخدمها في وقتها. بس الأفضل إن أنتِ تحفظيها شوية في الفريزر وبعد كده تستخدميها. باجيب grill، بادهنه زيت، وباحط عليه الكفتة بالشكل ده، وباقلبه أول ما تاخد صدمة على وِش، أقوم قالباه على الوش التاني، على نار عالية في الأول، وبعد كده باوطّي عليها وبتطلع معاكِ بالشكل الجميل ده. ممكن تضيفي على المكونات قطعة ليا أو دهن أو جزء من الأوراق عشان تبقى طرية. دي معلومة كنت نسيت أقول لكم عليها. بس كده وبألف هنا. قولوا لي بقى في الكومنتات حابين أعمل لكم وصفة إيه المرة الجاية.